اظن انا كده مش حرمك من حاجه، قفلت لك ملف الاي 56. اصل هقارنه مع ايه تاني؟ مش فاهم. ووسط كل المقارنات الكتيره دي كان في مقارنه شاغله بالي قوي. يا ترى الاي 56 اللي هو جهاز فئه متوسطه هيقدر يسد مع التفاحه؟ واجابه السؤال ده كانت محيره جدا جدا جدا. بس النهارده انا جايب لك الخلاصه، مقارنه مش هتشوف زيها، وخصوصا في جزئيه الكاميرات انا متاكد ان المقارنه دي هتعجبك جدا. فاتاكد انك عامل لايك وسبسكرايب قبل ما نبدا، ويلا من غير ما نضيع وقت كتير، انا احمد السيد، والنهارده هنعمل مقارنه ما بين سامسونج اي 56 والايفون 13. يلا بينا. هو في العادي انا ببدا بخامات التصنيع، وتعالى برضه اما نبدا في الفيديو بخامات التصنيع. احنا عارفين ان الاي 56 بيجي بفريم من الالومنيوم ومع طبقه حمايه موجوده على الظهر وعلى الشاشه من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتس بلس، وكمان معاه شهاده مقاومه للميه الاي بي 67. دي بتسمح ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق متر لمده نص ساعه تحت الميه. الايفون 13 مفيش فيه برضه تنازل في خامات التصنيع، بيجي بفريم من الالومنيوم وطبقه حمايه سيراميك شيلد موجوده على الظهر وعلى الشاشه، وبرضه بيجي بشهاده مقاومه للميه اي بي 68. بس الشهاده دي مش شبه اي شهاده موجوده في الفئه المتوسطه، لا دي بتسمح ان الجهاز يقدر ينزل تحت عمق 6 متر لمده نص ساعه تحت الميه. الاي 56 اتقل شويه حلوين عن الايفون 13، 198 جرام، الايفون 13 174 جرام. بس الفرق الكبير هنا هو في منفذ الشحن، لان الاي 56 بيجي من نوع تايب سي عادي جدا، اما الايفون 13 فكان قبل قرار الاتحاد الاوروبي، فلسه بيجي بمنفذ لايتنينج عادي، وده هيفرق في قدره الشحن بتاعتهم. الايفون 13 اخره 15 واط، الاي 56 45 واط، والجزئيه دي لسه هنتكلم عنها قدام في نقطه البطاريه. وبكده انا هدي نقطه خامات التصنيع للايفون 13، برضه الاثنين بيدعموا الاي سم لو بتسال على النقطه دي. تعال بقى اما نتكلم عن الشاشه، وصدقني دي حاجه محيره قوي. يعني الايفون 13 بالرغم من ان حجم شاشته يعتبر صغير، الا ان هي شاشه فيها كل مواصفات الفلاج شيب. الشاشه بتيجي بحجم 6.1 انش من نوع اوليد بابعاد 1170 في 2532 بكسل، بمعدل كثافه بكسلات 460 بكسل لكل انش، بتدعم الاتش دي ار 10 والدولبي فيجن. بس الحاجه اللي مش فلاج شيب فيها هو طبعا شكل النوتش اللي بقى قديم قوي، والحواف الكبيره دي دلوقتي، وكمان معدل تحديث الشاشه. ما تتوقعش انك هتوصل لحاجه عاليه، الشاشه اخرها هنا 60 هرتز، وده فارق جدا في تجربه السلاسه ما بين الجهازين. هما دول المشكلتين الوحيدين اللي معايا مع الشاشه دي. اما شاشه السامسونج اي 56 اقل في المواصفات بتاعتها في شويه حاجات، يعني هي شاشه من نوع سوبر اموليد، الحجم الطبيعي بتاعها 6.7 انش بابعاد 1080 في 2340 بكسل، يعني الشاشه دي فول اتش دي بلس، وكمان كثافه البكسلات اللي فيها اقل بكتير عن الايفون 13، 385 بكسل لكل انش، بس بتدعم الاتش دي ار 10 بلس، ومعدل الريفريش ريت بتاعها 120 هرتز. لو انت بتحب تتفرج على محتوى مع شاشه كبيره، شاشه الايفون 13 مش هتنفعك خالص، اختار شاشه السامسونج اي 56. اما كتجربه الوان، اقف لي في اللقطه دي بالظبط، شوف بقى فرق الالوان اللي انا بكلمك فيه. والصراحه الاي 56 متفوق برضه في حاجتين، بيدعم الاتش دي ار 10 بلس، واعلى سطوع بيقدر يوصل له 1900 نتس، الايفون 13 اخره 1200 نتس. فانا ما بقتش عارف قد نقطه الشاشه لاني جهاز. يعني الايفون 13 السبيكس بتاعت الشاشه بتاعته عاليه، وكمان الوانه مظبوطه اكتر، بس قدام كده معدل ريفريش ريت اقل وسطوع اقل، فهسيبك انت تختار انهي شاشه الافضل. وانا عن نفسي بما ان شاشه الاي 56 اكبر والريفريش ريت بتاعها اعلى، فانا هديله نقطه الشاشه. مستني برضو اعرف انت رايك ايه في النقطه دي. انزل دلوقتي حالا اعمل لايك وسبسكرايب، وتعالى اما نتكلم عن الاداء. السامسونج اي 56 بيجي بمعالج اكزينوس 1580، ده معالج بمعماريه تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومي اكس كليبس 540. اما الايفون 13 بيجي بمعالج بمعماريه تصنيع 5 نانومتر، يعني كده المعالج اللي في الاي 56 موفر في البطاريه اكتر. بس لا، المعالج اللي في الايفون 13 هو الاي 15 بايونيك. المعالج ده على الرغم ان الجهاز ده نازل من سنة 2021، الا انه لسه واحد من افضل المعالجات الموجودة دلوقتي. يكفي ان اقول لك ان هو بيديك نسبة اداء اعلى من ال 1580 حوالي 45%، ودرجات حرارته مستقرة بكتير عن الاي 56، يعني بيبقى اقل مثلا منه ب4 درجات او 5. والمعالج ده برضه موفر في البطارية اكتر، على الرغم من ان مساحة البطارية اللي هنا صغيره. وسكور السي بي يو على حاجه مثلا شبه بنش مارك كان بيديك 2300 نقطه في السنجل كور، و5394 نقطه في المالتي كور، قدامهم 1343 نقطه في السنجل كور في الاي 56، و3848 نقطه بس في المالتي كور. حتى في تجربه الريندرنج لما تيجي تعمل مونتاج على الايفون 13 هتلاقي تجربته اسلس من الاي 56، وكمان المعالج مستجيب مع برامج المونتاج اسرع. فاكيد انت متفق معايا ان تجربه الاداء للايفون 13.
تعال بقى اما نتكلم عن الواجهه وعدد سنين التحديثات. الاي 56 بيجي بنظام تشغيل اندرويد 15 مع واجهه سامسونج الوان يو اي 7، وسامسونج وعدك ب6 سنين من تحديثات الاندرويد و6 سنين من السكيورتي ابديت، يعني معاك سنين تحديثات لحد 2031. اما الايفون 13 بيجي بنظام تشغيل اي او اس 15 وتم الترقية بتاعته للاي او اس 18.6، وهيفضل مدعوم بالتحديثات لحد 2028، فده برضو رقم كويس جدا بالنسبة لجهاز نزل من 4 سنين. اما بقى الواجهة نفسها فانت عندك نظامين تشغيل مختلفين تماما، الاندرويد بيديك حرية اكتر والاي او اس بيديك امان اكتر، فدي هترجع لك انت عايز اعرف هتختار ايه، الاندرويد ولا اي او اس. خد بالك لو انت طالع من اندرويد وهتدخل في اي او اس المشكلة هتبقى كبيرة قوي معاك لو انت ما كانش ليك اي تعامل سابق مع الاي او اس، وهتحس انك متحجم قوي، ففكر في اختيارك صح. وبالنسبه لوسائل الامان فانت عندك فيس انلوك في الاي 56 وكمان عندك بصمه موجوده تحت الشاشه. اما الايفون 13 بس في الفيس اي دي مفيش بصمه. اما البطاريه برضو بالنسبه لنقطه الاداء فالاي 56 بيجي ببطاريه بسعه 5000 ملي امبير بقدره شحن 45 واط. الايفون 16 بيجي ببطاريه صغيره قوي 3240 ملي امبير بقدره شحن 15 واط، ولكن ده ما يمنعش ان الجهاز موفر في البطاريه جدا، كمان كان بيتفوق على الاي 56 في الاستهلاك. والبطارية دي بتقدر تشحن من 0 ل 100% تقريبا في حوالي ساعة و40 دقيقة، الاي 56 بيعملها تقريبا في حوالي ساعة و20 دقيقة. تعال بقى اما نتكلم عن النقطة اللي صدمتني، وصدقني انت كمان هتنصدم من التجربة دي، الا وهي الكاميرات. الاي 56 بيجي بعدسه اساسيه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.8 وفيها مثبت بصري حقيقي او اي اس، وعدسه ثانيه 12 ميجا بكسل الترا وايد، وثالثه 5 ميجا بكسل للمايكرو. اما الايفون 13 بيجي بعدسه اساسيه 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.6 وفيها مثبت بصري او اي اس، وفيها وضع السينماتيك مود اللي هو مهما كان اهتزاز الجهاز عنيف فالسنسور هيفضل محافظ على المشهد اللي بيصوره. والثانيه دي برضو 12 ميجا بكسل للالترا وايد بفتحه عدسه اف 2.4، والسيلفي في الجهازين بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة اف 2.2. تعال بقى اما ندخل على تجربة تصوير الكاميرات. عاوزك بقى تختار من الصور اللي على الجنبين انهي جهاز انت شايفه الافضل، وصدقني النتيجه هتصدمك في الاخر. في صور الجهاز انا ملاحظ ان في اوفر اكسبوز في الخلفيه ورا، تحس ان الصوره ساطعه زياده عن اللزوم، مش طريقه معالجه طبيعيه. بينما الجهاز بيعرف يسيطر على الضوء اكتر بشويه حلوين قوي عن الجهاز وملحوظه كمان خدت بالي منها، احساس العزل والبوكا افكت والبلور اللي موجود ورا الجسم في الخلفيه ورا افضل بشويه في الجهاز بس برضه توزيع الاضاءه في الجهاز افضل. وكمان لما بنيجي نزوم في الصوره هنلاقي ان الجهاز برضه بيديك تفاصيل اكتر. حتى كمان لما بنيجي نزوم لحد 5 اكس في التصوير هنلاقي ان الجهاز هو اللي مدي التفاصيل الاكتر، ودي كده صوره 10 اكس لان الجهاز اخره 5 اكس زوم. نروح لتصوير الليلي والوضع يبدا يختلف شويه، تصوير الجهاز اتحسن في التصوير الليلي، وحته الاوفر اكسبوز اللي كانت فيه فادته في التصوير الليلي لانها نورت الصوره اكتر. اما في تصوير الفيديو الليلي الجهاز النويز فيه اقل، بس السيطره على الضوء وتوزيعه في الجهاز افضل، ولكن ده برضه على حساب النويز الزياده. يعني ده بيبان قوي في نقطه اللمبه دي، لو لاحظت هتلاقي انها ساطعه قوي في الجهاز بس النويز اكتر في الجهاز اما في تصوير السيلفي نفس الملحوظه اللي خدنا بالنا منها في العدسه الاساسيه، الصور بتكون اوفر اكسبوز في الخلفيه اللي ورا في الجهاز وتوزيع الاضاءه افضل في الجهاز مستعد دلوقتي تعرف مين هو الجهاز ومين هو الجهاز الجهاز كان الايفون 13 وبي كان الاي 56. عايز اعرف مين الجهاز اللي كسب فيهم معاك في المقارنه دي. وخلاصه الكلام عن الكاميرات، في تصوير الصور الجهاز المتفوق هو السامسونج اي 56، اما في تصوير الفيديو بالنسبه طبعا للسينماتيك مود وكواليتي الفيديو اللي بتطلع من الايفون 13 كمان انه بيقدر يصور 4K على 60 فريم في الثانيه، الاي 56 اخره 30 فريم بس، فده بيخليه متفوق في تصوير الفيديو. فلو انت هتختار جهاز مثلا عشان صناعه المحتوى اختار الايفون 13، اما لو مش فارقه معاك حته صناعه المحتوى دي فاختار الاي 56 لان هو المتفوق في طريقه معالجه الصور. ولكن نقطه الكاميرات ككل هديها للاي 56. هل انت كنت متوقع النتيجه دي؟ وايه الجهاز اللي كسب معاك فيهم في المقارنه؟ اخر نقطه هنتكلم فيها هي الاسعار الرسميه للايفون 13 اول ما نزل من الموقع الرسمي. انت هتلاقي الاسعار دي مختلفه لو بتفكر تشتريها من امازون او الاسعار الخارجيه. السعر الرسمي للجهاز للنسخه ال 128 جيجا مع 4 جيجا رام هو $600، واول سعر للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام للاي 56 اللي هتلاقي برضو فيها اختلافات لو بتشتريها من بره من موقع سامسونج
سامسونج. المهم ان السعر ده كان $500. في السعوديه على مكتبه جرير سعر النسخه ال 128 جيجا من الايفون 13 عامله 1564 ريال، وللاي 56 للنسخه ال 256 جيجا مش ال 128 1390 ريال. على نون للايفون 13 النسخه ال 128 جيجا عامله 1800 ريال، وللاي 56 ال 256 جيجا عامله 1274 ريال. في الامارات على مكتبه جرير النسخه ال 128 جيجا من الايفون 13 عامله 1689 درهم، وال 256 جيجا من الاي 56 عامله 1439 درهم. على نون الامارات برضو الاسعار اختلفت، النسخه ال 128 جيجا من الايفون 13 عامله 1685 درهم، وال 256 جيجا من الاي 56 عامله 1149 درهم. اما في مصر نون بيبيع النسخه دي من الايفون 13 ال 128 جيجا تقريبا حوالي ال 31000 جنيه. وركز هتلاقي ان دي نسخه الامارات، مش عارف لو اشتريته جديد هل هيبقى موجود عليه ضريبه ولا لا، بما ان الجهاز ده نزل قبل حوار الضريبه اصلا، بس مش عارف. اما سعر الاي 56 في مصر فامازون بيبيع النسخه ال 128 جيجا منه بتقريبا حوالي سعر ال 20000 جنيه ونص، ونون بيبيع النسخه ال 256 جيجا منه بتقريبا 21000 جنيه. طبعا فرق اسعار السما عن الارض. ونيجي هنا دلوقتي للسؤال الحاسم بتاع الفيديو، هل الايفون 13 افضل من الاي 56؟ انا بالنسبه لي هقول لك لا. بالنسبه للي شفناه كتجربه كاميرات وتجربه تحديثات وتجربه بطاريه، هو تقريبا الحاجه اللي كان متفوق فيها الايفون 13 هو الاداء ومواصفات الشاشه الداخليه. غير كده كل السبل بتقولك ان الاي 56 افضل، وده رايي انا الشخصي. معرفش انت متفق مع الراي ده ولا لا، انا عايز اعرف منك في الكومنت من اللي انت شفته من الفيديو ده، هتشتري السامسونج اي 56 ولا الايفون 13؟ وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى انك تكون عامل لايك وسبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. اتمنى تقول لي الفيديو الجاي يكون عن ايه. يلا سلام.